السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد وموضوع جديد. اليوم غادي نكملوا الحديث ديالنا عن العناية بشجرة الزيتون. إلا كان معظم الإخوان تيتسألوا على الشجرة ديال الزيتون تطيح النوارة، تطيح الغلة، النمو ديالها ضعيف، رغم احنا عطيناها يعني الماء، سقينا مزيان، درنا السماد العضوي، السماد الكيماوي، ولكن مع كل محاولات، جميع المحاولات درناها، ولكن الورق ديالها تيطيح، الغله ديالها ما تدير النواره وما تدير شيء الغله. يعني كاين واحد السبب. اشنو هو هذا السبب؟ هو اللي غادي نعرفوه في هذا الفيديو. بقاو معنا، تابعوا الفيديو، وما تنساوش الاشتراك، الدعم ديالنا بلايك، تفعيل زر الجرس على الجميع. ان شاء الله تعالى اليوم ان شاء الله غادي نعرفوا الاخوان يعني السبب اللي تيخلي الشجره ضعيفه ما تتكبر شيء. يعني هناك اسباب يعني تتخلي الشجره رغم السقي، رغم التسميد، رغم يعني المعالجه الوقائيه، ولكن بدون نتيجه. اليوم ان شاء الله تعالى غادي نعرفوا الاسباب اللي تتخلي الشجره يعني في هذه الحاله ضعيفه وما تنتج شيء مزيان. بقاو معنا الاخوان وغادي نتكلموا ان شاء الله بالتفصيل. خاصكم تعرفوا الاخوان ان شجره الزيتون يعني راه كجسد الانسان، يعني فهي تحتاج الى تنفس، يعني تتنفس اكسجين، تطرح ثاني اكسيد الكربون. وقبل ما يعني نعرفوا السبب خاصنا نعرفوا شنو الشجره تحتاج. لان شجره الزيتون منين تتنفس الاخوان، جميع الاشجار، حنا تندوب على الاشجار، تتنفس من الاوراق زائد يعني الجذع ديالو اللي تتوجد في فتحات يعني في الجذع ديالها، وكذلك الجذور، يعني تتنفس من ثلاثه المناطق: الاوراق والجذع والجذور. يعني الا كانت حاجه من هاد الثلاثه يعني فيها خلل، فهناك خلل في الشجره. غادي ندويو يعني الحاله اللي هي صعيبه بزاف واللي تتاثر على شجره الزيتون وما تتخليها شيء تنتج وما تنمو شيء مزيان، هي يعني التربه. يعني التربه الاخوان، التربه ردوا بالكم بان التربه عندها دور كبير خاصه في التهويه. يعني جذور ديال الشجره، جذور شجره الزيتون، هاد الشجره المباركه هذه، هاد الشجره الا ما كانش تتنفسها الاخوان مزيان، يعني الجذور كانت الارض قاصحه وجذور ما عندهاش كيفاش تتنفس، عرفوا بان هناك خلل، وعرفوا بان الشجره ما غتنتج شيء. انا نعطيكم مثال الاخوان. يعني مثلا تنشوفوا بعض الاحيان كاين الضايا اللي تتكون عامره على شي شجره، ومثلا غيسات ومشى جا الصيف، ان هذيك الشجره هي الاولى توقف. علاش توقف؟ لان هناك الغيس تخلط على الجدر ديالها والارض تكبزت مزيان، قصاحت، وما بقاش تنفس ديال الجذور. ولهذا تنصح الاخوان يحرثوا الزيتون، يحرثوا الزيتون باش تكون التهويه ديال الجذور. راه تنشوفوا مثلا جارك عنده الزيتون مزيان فيه الغله وانت ما عندكش، ربما انت ما حرتشيش، او جارك ما عندوش الغله وانت عندك، ربما جارك ما حرتش. لان الحرث ضروري يا الاخوان، ضروري يا الاخوان، لان كاين الناس اللي ما تيحرثوش الزيتون، يعني حيت هي شجره يعني ما غاديش نحرثوش. اما تيرس، يعني البلاد الحمري تيرس، الارض اللي تتشقق، الارض يعني هذيك فيها التهويه. علاش نشوفوا ان تيرس، الحمري، البلاد الغليظه، في الروش تيجيبوا الغله، الا كان الماء تيجيبوا الغله. الحرش واخا تسقيو، لان الجذور الارض قاصحه عليهم، الارض شاده مزيان ما تتخليش يعني هذيك التهويه. هذا واحد العامل. كذلك الشجره بحال عمرنا عليها الحوض ماء يعني واحد المده طويله، راه تتشوفوا ان الشجره الجذور تيتخنقوا، تيوقع التعفن، تتبدا الاوراق تساقط. يعني الحرث الاخوان، الحرث، ونديروا الحوض للشجره باش الشجره يعني تاخذ حقها يعني من كل شيء، التهويه ديال كذلك التقليم. تنشوفوا الاوراق الاخوان ديال الشجره تتنفس من الاوراق، من الجذع، ونعاونوها حنا بالحرث باش يكون عندها داك الشيء متكامل. راه خصوصا حنا دابا الاخوان يعني مقبلين على فتره الازهار، والناس كامله خاصهم ينتبهوا لهذه القضيه ديال الازهار، انهم يعالجوا الشجره بالمبيدات الفطريه دابا،
راه تنقول لكم الاخوان، الناس اللي ما داوهاوش الزيتون دابا راه عين الطوس. راه عقلوا على الهضره اللي تنقول لكم، راه كاينه عين الطوس الاخوان. خاصكم تعالجوا الشجره يعني بالمبيدات الفطريه. اشنو هو هذا المبيد الفطري؟ هي داك اش يقولوا ليه كويفر. الناس خاصها تعالج دابا بالكويفر، ويزيدوا ليه واحد الماده زيتيه باش يقضوا على البيض ديال الحشرات، باش ملي تجي النواره ان شاء الله ما غاديش نقوموا بالمعالجه والنواره، لان هذيك اللحظه النواره تكون حساسه بزاف، تقدر تطيح النواره وما تجيب والو الغله. ولذا ننصح الاخوان دابا هذا هو الوقت المناسب ديال التقليم ديال المعالجه الوقائيه. كذلك الشجره نديروا لها الحوض كما تشوفوا. الاشجار دابا هذا هو الوقت المناسب الاخوان. الحوض والغبار، لانكري الملحه، يعني كما تشوفوا معنا هذا هو الوقت المناسب يعني باش نقوموا بالمعالجه ديال شجره الزيتون كما تشوفوا معايا هنايا. يعني المعالجه ضروريه الاخوان. كما تشوفوا حنا مقبلين على واحد الموسم ان شاء الله اللي ديال الازهار، يعني راه ما بقى والو الاخوان. شجره ناعسه دابا تتوجد راسها، نهار تفرقع غادا تطردق في مره الاخوان، يعني نواره وورقه. اما بالزيتون اللي مازال فيه الغله الاخوان، هذاك موضوع اخر ونديروا عليه ان شاء الله شي حلقه، واللي بغانا ان شاء الله نستمروا معاكم في هذا الموضوع ديال شجره الزيتون. ما تنساوش اشتراك الدعم ديالنا بلايك وتفعيل زر الجرس على الجميع. بالنسبه للناس اللي الغله راه معروفه الاخوان، الناس راه غتعرف الغله غير من الاغصان اللي عندها في العمر ديالها سنه، راه هي اللي غتعطي هذا العام. اما الاغصان اللي عطات العام اللي فات راه ما غاداش تعطي كما تشوفوا معنا. يعني الاغصان اللي عطات الثمار العام اللي فات راه ما تعطيش هذا العام. يعني الشجره ديال الزيتون تيكون عندها الانتاج في الاغصان التي في عمرها سنه. يعني من العام اللي فات في وقت الازهار تطردق مجموعه من البراعم الثمريه او الزهريه، والبراعم ديال الخضريه ديال الاوراق. يعني هذيك البراعم الخضريه هي اللي تتبقى تعطينا المنتوج هذه السنه، والبراعم الزهريه راه تعطينا الانتاج ديال العام اللي فات. وهذه خاصيه معروفه في شجره الزيتون الاخوان، غير اللي ما بغاش يعرف. هو المهم دابا خاصكم تعرفوا هاد النقطه الاخوان. هاد النقطه ان شاء الله تعالى نتمنوا ان شاء الله العام يكون زين، والحمد لله راه العام زين. الشتاء راه ما حابسه شاي، الشجر شبع ماء، والحمد لله الاخوان. الزيتون دخل في المرحله ديال السوبات، وهذا الاخوان عيات ديال الطبيعه. تنشكركم على المتابعه، وان شاء الله تعالى نقدم لكم محتوى اخر وفيديو جديد.